السلام عليكم ورحمة الله. سؤال من الأسئلة الجدلية اللي بقالها سنين طويلة بتشغل بال العلماء والناس العادية كمان. هل اختبارات الذكاء اللي بنسميها الاي كيو تيستس فعلا بتقيس ذكاء الشخص الحقيقي؟ يعني لما واحد يعمل اختبار اي كيو ويطلع له رقم معين، هل الرقم ده هو المعيار النهائي اللي نقدر نحكم بيه على قدراته العقلية كلها؟ وهل الذكاء أصلا حاجة واحدة نقدر نقيسها برقم، ولا هو مجموعة متنوعة من القدرات والمواهب المختلفة؟ ولو اختبارات الاي كيو دي مش بتقيس كل حاجة، يا ترى هي بتقيس ايه بالظبط؟ وهل ليها فايدة حقيقية ولا هي مجرد سبوبة أو موضة قديمة وخلاص؟ لو الأسئلة دي بتدور في دماغك ونفسك تفهم حكاية اختبارات الذكاء دي من غير تعقيد، يبقى ركز معايا كويس عشان نفتح ملف الاي كيو تيستس وهنكشف أسراره. يلا بينا نفهم الحكاية. أول حاجة لازم نتفق عليها إن كلمة الذكاء نفسها كلمة واسعة جدا ومطاطة، والعلماء نفسهم مختلفين لحد النهاردة على تعريف دقيق وشامل ليها. هل الذكاء هو القدرة على حل المشكلات الرياضية والمنطقية بسرعة؟ ولا هو القدرة على فهم مشاعر الناس والتعامل معهم بذكاء اجتماعي؟ ولا هو الإبداع والابتكار وخلق أفكار جديدة؟ ولا يمكن يكون كل دول مع بعض وحاجات تانية كمان؟ إيه هو اختبار الآي كيو أصلًا وبيحاول يقيس إيه؟ كلمة الآي كيو هي اختصار لintelligence quotient أو معامل الذكاء. أول اختبارات للذكاء بالمعنى الحديث ظهرت في أوائل القرن العشرين، وكان الهدف الأساسي منها في البداية هو تحديد الأطفال اللي ممكن يحتاجوا مساعدة تعليمية خاصة في المدارس. أشهر اختبار اتعمل وقتها كان اختبار اسمه بينيه سيمون في فرنسا. مع الوقت تطورت اختبارات الاي كيو وبقى في منها انواع كتير، زي ستانفورد بينيه وكيسلر. الاختبارات دي غالبا بتحاول تقيس مجموعة من القدرات العقلية المعرفية cognitive abilities، زي التفكير المنطقي وحل المشكلات، القدرة على فهم العلاقات بين الأشياء واستنتاج الحلول، القدرات اللفظية، فهم واستخدام اللغة والمفردات والقدرة على التعبير، القدرات المكانية، فهم الأشكال والعلاقات المكانية وتخيل الأشكال في الفراغ، الذاكرة العاملة، القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات في الذهن واستخدامها لفترة قصيرة، سرعة المعالجة، سرعة المخ في التعامل مع المعلومات وتنفيذ المهام البسيطة. الاختبار ده بيكون فيه أسئلة ومسائل متنوعة بتقيس القدرات ديت، والنتيجة بتاعتك بتتقارن بنتائج ناس تانية من نفس سنك عشان يطلع لك رقم الاي كيو بتاعك. متوسط الاي كيو في أي مجتمع بيكون حوالي 100، ومعظم الناس حوالي 68% بيكون الاي كيو بتاعهم بين 85 و 115. طيب هل الرقم ده هو الذكاء كله؟ هنا بقى بيبدأ الجدل. كتير جدا من العلماء والباحثين في مجال علم النفس والتعليم بيقولوا إن اختبارات الاي كيو رغم أهميتها في قياس جوانب معينة من القدرات العقلية، إلا إنها مش بتقيس الذكاء البشري بكل أبعاده وتعقيداته. ودي أهم الانتقادات اللي بتتوجه لها. أول حاجة التركيز على أنواع معينة من الذكاء. اختبارات الاي كيو بتركز بشكل كبير على الذكاء التحليلي والمنطقي واللغوي، اللي هو مهم للنجاح الأكاديمي، لكنها تتجاهل أو بتقلل من أهمية أنواع تانية كتير من الذكاءات اللي ممكن تكون أهم بكتير للنجاح في الحياة العملية والعلاقات الإنسانية، زي الذكاء العاطفي emotional intelligence، قدرتك على فهم مشاعرك ومشاعر الآخرين والتعامل معاها بحكمة. الذكاء الاجتماعي social intelligence، مهاراتك في التعامل مع الناس وبناء علاقات ناجحة. الذكاء الإبداعي creative intelligence، قدرتك على توليد أفكار جديدة ومبتكرة وحل المشكلات بطرق غير تقليدية. الذكاء العملي أو التطبيقي practical intelligence، قدرتك على التعامل مع مواقف الحياة اليومية وحل المشكلات العملية. الذكاء الحركي kinetic intelligence، زي عند الرياضيين أو الجراحين. الذكاء الموسيقي musical intelligence وغيرها كتير. نظرية الذكاءات المتعددة multiple intelligence بتاعت عالم النفس هاورد جاردنر بتدعم الفكرة دي، وبتقول إن في أنواع كتير من الذكاء واختبارات الاي كيو ما بتقيس غير حتة صغيرة منها. تاني نقطة التأثير بالخلفية الثقافية والتعليمية. أسئلة كتير في اختبارات الاي كيو ممكن تكون متحيزة ثقافيا أو بتعتمد على مستوى معين من التعليم أو على معرفة مسبقة بمعلومات معينة. ده معناه إن شخص من خلفية ثقافية مختلفة أو مستوى تعليمي أقل ممكن يجيب درجة أقل، مش عشان هو أقل ذكاء بالضرورة، لكن عشان الاختبار نفسه مش مناسب لخلفيته أو معرفته. محاولات كتير اتعملت عشان يعملوا اختبارات متحررة من الثقافة، بس الموضوع لسه فيه جدل. تلاتة الذكاء مش ثابت وممكن يتغير. درجة الاي كيو مش حاجة ثابتة ما بتتغيرش طول حياتك، زي بصمة الصباع. صحيح في جزء وراثي في الذكاء، لكن البيئة والتعليم والخبرات الحياتية والتحفيز العقلي كل دي حاجات بتلعب دور كبير في تطوير القدرات العقلية. يعني ممكن حد ينمي ذكائه بالتعلم والممارسة. أربعة
الاي كيو مش هو المؤشر الوحيد للنجاح في الحياة. ناس كتير جدا حققوا نجاحات مبهرة في مجالات مختلفة في الحياة، سواء في البيزنس او الفن او الرياضة او القيادة. وممكن يكون الاي كيو بتاعهم مش خارق بالضرورة. النجاح بيعتمد على عوامل تانية كتير، زي الإصرار والمثابرة والشغف والذكاء العاطفي والاجتماعي والقدرة على التعلم من الأخطاء والحظ أحيانا. والعكس صحيح، ممكن تلاقي ناس الاي كيو بتاعهم عالي جدا لكنهم مش ناجحين في حياتهم العملية أو علاقاتهم. 5، قلق الاختبار وتأثيره. بعض الناس ممكن يتوتروا أو يقلقوا جدا وقت الاختبار، وده يأثر على أدائهم ويخليهم يجيبوا درجة أقل من قدراتهم الحقيقية. هل بالشكل ده اختبار الاي كيو مع كل العيوب دي يبقى ملوش لازمة؟ لأ، مش للدرجة دي. اختبارات الاي كيو لسه ليها استخدامات مهمة في بعض المجالات، بشرط إننا نفهم حدودها وما ناخدش نتيجتها كحكم نهائي على قدرات الشخص. في مجال التعليم، ممكن تساعد في تحديد الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم حقيقية وبيحتاجوا دعم إضافي، أو الأطفال الموهوبين جدا اللي بيحتاجوا برامج تعليمية متقدمة تناسب قدراتهم. في الأبحاث العلمية، بتستخدم في دراسة طبيعة الذكاء البشري وتطوره وعلاقته بعوامل تانية. في بعض المجالات المهنية المحدودة، بعض الوظائف اللي بتحتاج قدرات تحليلية أو منطقية عالية جدا، ممكن تستخدم اختبارات مشابهة كجزء من عملية الاختيار، لكن نادرا ما بيكون هو العامل الوحيد. في التشخيصات العصبية والنفسية، ممكن تكون جزء من تقييم شامل للقدرات المعرفية في حالات معينة. خلينا نفهم إن عقلية النمو والتطور المستمر أهم بكتير قوي من رقم الاي كيو. بدل ما نركز على رقم معين ونعتبره هو نهاية المطاف، الأهم إننا نركز على تطوير قدراتنا العقلية المختلفة بشكل مستمر. عالمة النفس كارول دويك بتتكلم عن أهمية عقلية النمو جروس مايند سيت، وهي الاعتقاد بأن قدراتنا وذكائنا ممكن يتطوروا بالجهد والممارسة والتعلم، على عكس العقلية الثابتة اللي بتعتقد إن الذكاء ده حاجة ثابتة وما بتتغيرش. لما بيكون عندك عقلية نمو، بتبص للتحديات كفرص للتعلم، وبتستفيد من النقد، وبتستمر في المحاولة حتى لو فشلت. وده في حد ذاته بيخليك أذكى وأقدر على مواجهة الحياة. يبقى كده لازم نفهم إن الاي كيو تيست جزء من الصورة مش الصورة كلها، ونفهم إن اختبار الاي كيو فعلا بيقيس ذكاء الشخص. والإجابة على السؤال ده ممكن تكون نعم ولا. نعم، هو بيقيس جوانب معينة ومهمة من القدرات العقلية المعرفية، زي التفكير المنطقي والقدرات اللفظية والمكانية. ولا، هو مش بيقيس الصورة الكاملة للذكاء البشري بكل أبعاده المتعددة، زي الإبداع والذكاء العاطفي والاجتماعي والعملي، وغيرها كتير من القدرات اللي بتخلي كل واحد فينا مميز بطريقته. فبلاش نحبس نفسنا أو نحكم على غيرنا برقم واحد بيطلع من اختبار. الذكاء الحقيقي أكبر وأوسع وأعمق من أي رقم. هي قدرتك على إنك تتعلم وتتكيف وتحل مشاكلك وتفهم نفسك والناس اللي حواليك، وتسيب بصمة إيجابية في الدنيا. وكل واحد فينا عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، والمهم إننا نعرف نفسنا كويس ونشتغل على تطوير كل جوانب شخصيتنا وقدراتنا. فالذكاء الحقيقي مش في الدرجة اللي بناخدها من اختبار. الذكاء الحقيقي في الرحلة اللي بتعيشها كل يوم وانت بتتعلم وتنمو. وفي النهاية، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من القناة، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي.